ازيكم يا حبايبي؟ غدانا النهارده غدا عظمه. هنعمل الاتنين في حاجه واحده، فراخ ومحشي في طاجن. انا جبت الفراخ، نضفتها وغسلتها كويس قدامكم اهيت. صلوا على النبي يا حبايبي، طول ما انتوا قاعدين صلوا على النبي وعليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا هنضف الفراخ كويس، اي زيادات فيها مش عجباني بشتغل. انا ما بحبش اقطع الفراخ منابات، يعني قطع صغيره. انا بحب اسيبها كده مناباتها كبيره، يعني ديت حريه شخصيه، كل واحد زي ما هو عايز. انا نضفتها كويس، شلت كل الزياده اللي فيها وشطفتها كويس بالميه، وهحطها بقى في محلول النقع. المحلول بتاعي دقيق، ملح، سكر. اكتر من كده مش بحط. هحطها فيه بقى ساعتين 3 4. وممكن احط الطبق ده في التلاجة بالفراخ عشان الجو حر، لكن لو في الساعة بسيبها برا عادي، لو احنا في الشتا يعني. كده بقى جميلة، الدقيق بيحوش اي زفارة والسكر والملح كده جميل. جبت الصينية ديت، حطيت فيها معلقة سمنة سخنت، نزلت فيها الفراخ، اديلها تشويحة كده بالبهارات بتاعتها، اشوحها. انا بحط عليها بهارات فراخ، كمون، فلفل، ملح، قرفة، زنجبيل، وكل واحد يحط البهارات اللي هو بيحبها. انا بحب احط عليها البهارات دي. انا شوحتها هشوحها من على الجنبين. حطيت البهارات على الجنب ده وهقلبها واحط بهارات بردك على الجنب التاني، هديلها تشويحه واخده لون جميل ازاي. بسم الله ما شاء الله، لونها جميل. السمنة اصلا في التحمير بتدي لون، او الزبدة يعني. الزبدة لو زبدة تبقى معاها شوية زيت عشان ما تتحرقش، لكن انا عاملة بسمنة بس. السمنة مدية لون جميل بصراحة. خدت لون جميل اهيت بقى، قلبها على اليمة التانية تاخد نفس اللون. صلوا على النبي يا حبايبي، سكت الليل. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كده بحط نفس البهارات من الوش التاني. كده بقى لو انت هنروح بقى على المحشي. انا عامله خلطه المحشي. خلطه المحشي كلنا عارفين، بصل والطماطم وبنسبكهم زي ما احنا عارفين، وغسلت الخضار وحطيته عليه. دي بقى بدق في الهون توم وفلفل. لو عايزه تحط دق فلفل حامي دق، فلفل بارد دق. انا بدق فلفل حامي. الاتنين مع بعض، معاهم كزبره ناشفه، بيدي طعم جميل للمحشي. وجبت الطاجن اهوت، وخرطت جزر، بصل، طماطم، فلفل، وحطيتهم في الطاجن من تحت. وبعدين هرص المحشي عليه. هنعمل محشي ورق عنب، وكان عندي محشي ورق كرنب في الفريزر طلعته. كده الطاجن بعد ما انا رصيت فيه شكله جميل ازاي. وحطيت عليهم شويه كمون بردك على الحاجات ديت عشان ايه ما تبقاش يعني عدبه. حطيت لها شويه كمون. وكوسه اهي، بس الكوسه مش هنعملها معاهم، هنعملها لوحدها. ده ورق العنب اهو، انا هحشيه هو الاول في قلب الطاجن. والكرنب عشان هو مش كتير حشيته معاه بردك ايه، يعني هما الاتنين كده عملتهم في الطاجن وضفت عليهم الفراخ. واستنوا بقى معايا كده لغايه الفيديو الاخر عشان نشوف هيبقى ايه، هيطلع ازاي. بصراحه تحفه. طعمه كان عسل. والاكل اصلا في الفخار بيعمل طعم كده تحفه، جميل قوي بصراحه. انا هحشي معاكم، يعني مش هحشي الكميه كلها معاكم، بحشي كم يعني كم صبح كده. وبعدين هنشوفه دلوقتي هو بقى وصلنا لايه. صلوا على النبي يا حبايبي، طول ما انتوا قاعدين صلوا على النبي. ده لنفسكم وده الحبايب. كده محشي ورق العنب اهوت بعد ما حشيته هو والكرنب.
هضيف بقى ايه الفراخ. شوف الفراخ واخده اللون من اليمتين الاتنين ازاي، جميله بصراحه، واخده لون جميل. حطها عليه بقى، واخده اللون من الجنبتين من اليمتين الاتنين، وناشفه وحلوه، واخده بهاراتها كده. انا حطيتها اهيت عليه، وزودت العقد الشوربه، عقدت المحشي بالفراخ، اغطيهم بقى وادخلهم الفرن. ودي ليمونه اهيت برضك ايه مقطعاها شرايح كده، وهحطها على وش الفراخ والمحشي. عارفين ان المحشي ده الورق العنب بيحب الليمون. كده انا هغطي المحشي بقى وادخله الفرن. كده بسم الله ما شاء الله خرج من الفرن حاجه يعني، هي بتتكلم عن نفسها، يا جمال يا جمال. بسم الله ما شاء الله جميل. الفراخ واخده لون جميل، المحشي طبعا بقى محشي بقى وتحته فراخ، محشي تحت الفراخ، واخد طعمها، واخد طعم الفرن من الطاجن، يا جمال يا جمال. حاجة يعني كده مفيهاش كلام. صلوا على النبي يا حبايبي، طول ما انتوا قاعدين صلوا على النبي، قولوا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده انا هقلب الطاجن اهوت. الطاجن سخن يا حاجة، رايحة فين؟ بس كده. بسم الله ما شاء الله جميل، كان تحفة تحفة، حاجة كده خيال. طعم اي حاجة بصراحة بتتعمل في الطاجن ده بتدي طعم روعة. ودي الفراخ اهيت جميلة، ومحشي الكوسة طبعا احنا ما عملناهوش معاكم لان احنا عملناه كم مرة ايه على القناة، فما حبيتش يعني اطول الفيديو بيه. بسم الله ما شاء الله غدا يعني مفيش كلام. والشوربة طبعا جميل. تسلم ايديا والله. سلام.